يوم الأول من نوفمبر، ميلاد جديد للحضارة في المتحف المصري الكبير. لم يعد المتحف المصري الكبير مجرد مبنى أثريا، بل أصبح رمزا إنسانيا يجسد شغف المصريين بحضارتهم وإصرارهم على ربط الماضي بالمستقبل. يترقب العالم افتتاحه في الأول من نوفمبر كحدث استثنائي يحتفي بالتاريخ نفسه. نال المتحف شهرة غير مسبوقة عالميا بفضل ثلاثة عوامل رئيسية: ضخامته، فهو أكبر متحف في العالم، ويعد مدينة ثقافية متكاملة تضم آلاف القطع التي تعرض لأول مرة. موقعه الفريد يمكن الزائر من تجربة بصرية مذهلة، إذ يتمكن من رؤية الأهرامات من داخل القاعات الحديثة في مشهد يجمع بين الماضي والحاضر. جناح توت عنخ آمون، وهو الذي يضم كامل مقتنياته لأول مرة، مما يعيد سحر الملك الأسطوري إلى الحياة. بهذه المزايا أصبح المتحف رمزا لكرامة مصر الثقافية ودليلا على استمرارها في قيادة المشهد الحضاري العالمي. ومع قرب الافتتاح، تستعد القاهرة لاستقبال عشرات القادة من مختلف الدول، تأكيدا لقيمته الثقافية والسياسية. لقد استثمرت مصر مليارات الدولارات ليس من أجل التفاخر، بل لتهدي العالم بيتا جديدا لذاكرة البشرية، ولتؤكد أن الحضارة لا تقاس بحجم آثارها فقط، بل بقدرة أبنائها على إحيائها. إن افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تتحد فيها الإنسانية مع مجدها القديم وروحها الحديثة، لتكتب فصلا جديدا في قصة الإنسان مع الزمن.